ما الذي يحدث في حفتن؟ النواقص والسلبيات والنقد، الحقائق والحلول. الجزء الثاني، هل هي فاشية أكبر مهب أم عقلية دولة تركيا؟ لم تقبل تركيا بالحدود المرسومة بينها وبين العراق عام 26 وفق معاهدة أنقرة أبدا، وأبدت رفضها لهذه المعاهدة كلما سنحت لها الفرصة. ففي الأول من مارس عام 95 صرح الرئيس التركي آنذاك سليمان ديميرال في خطاب له: الحدود التركية العراقية هي الخطوط النفطية، فحيث تنتهي الثروات النفطية ينتهي هناك الحدود التركية. فما تحدث عنه ديميرال هو كركوك ونينوى، فتركيا ترى أن الولايتين ضمن الحدود التركية دائما، والميثاق القومي الذي أعدته تركيا إنما هو لهذا الغرض. ورغم هذه الحقيقة الواضحة فإن الباكيك تغطي فاشية تركيا بلحاف فاشية أكبر مهب، وهذا تضليل واضح لحقيقة فاشية دولة تركيا. فمصالح الباكيك الحزبية وحالة أجالا في إميرالي مرهونة بهذا، والحق أن المصالح الاستراتيجية للكرد لا تتمثل فقط في انهيار أكبر مهب، بل مشكلتهم الأساسية هي الدولة التركية وفلسفتها ومبادئها الأساسية. وعملية حفتن ليست متعلقة بعقلية أكبر وأردوغان، وإنما هي مؤامرة من حركة عقلية الدولة العميقة في تركيا. على أي مناطق استولى الجيش التركي في حفتن؟ العملية العسكرية في حفتن هي استمرارية لعملية قواكور عام 17، وعملية غصن الزيتون في عفرين، وإدامة لعملية درع الفرات عام 19. فيتم تنفيذ نفس الخطط في الأقاليم المختلفة، إذ يتم التمركز طويل الأمد في المناطق التي تحتل. وقد تموضعت تركيا في 12 نقطة عسكرية في حفتن لغاية الآن، ويتزامن مع العملية الشروع في بناء قواعد ونقاط عسكرية وإنشاء طرق يقصد من ورائها بقاء طويل الأمد، أي البقاء هناك في الشتاء. ولاستمرارية هذا الاحتلال يتم إنشاء طريق كبير من منطقة قلبان لحفتن. بدأ الجيش التركي عام 19 بعملية مخلب الأسد الثالثة في حدود شرنق وقلبان والكثير من النقاط الاستراتيجية كمعبر داوطيا وميرجاشيش وبويزي كخطوة أولى للتمركز ومن ثم البقاء. وتم تنفيذ الخطوة الثانية المتمثلة بتوسيع هذه المناطق هذا العام، والمناطق التي أخضعتها تركيا لهيمنتها هذا العام وبنت فيها نقاطها العسكرية هي قمة خانتور وتتماتها الجنوبية من جري كوخي مشولي، جري راش، جري دوبشتي، يازنكي، كوخيمالا يحيى، شاجدارة وشاقولة، شهيد بيليفان، أي قمم وادي بساغة من سهل كشان ووصولا لسهل فاقة وفرع. فقد تمركزت القوات التركية بجانب جميع هذه المناطق، واستولت تركيا على 80% من المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ الباكيك عام 90. والظاهر أن تركيا باقية فيها لا تنوي الرحيل، بينما تمركزت قوة الحرس الحدود العراقية في المناطق الخارجة عما ذكرناها والواقعة بين الدركار والناحية باطوفة كقلعة شعبانية سيارة بنا. فهذا هو آخر مستجدات الأوضاع الراهنة في حفتن. من أحكم قبضته على حفتن؟ حدود جنوب كردستان مع شمالها خاضعة لسيطرة الباكيك منذ عام 86 ولغاية اليوم، وبالأخص بعد عام 90 حيث تمركزت في المنطقة بطريقة ممنهجة. ومنذ عام 92 أطلقت كافة المناطق الحدودية عدا المعابر الرسمية للإقليم سيطرة. ومنذ ذاك العام ولغاية الألفية الثانية حصلت اشتباكات مسلحة متقطعة بين الباكيك والبارتي وبينها والليكت، غير أن البارتي والليكت لم يهدف إخراج الباكيك وطردها خارج الحدود أبدا. نعم، حاول توجيه الباكيك نحو الشمال لإدامة حربها هناك وعدم التدخل في شؤون جنوب كردستان. ومع أن الباكيك تدعي بأنها باقية في هذه المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمارس سلطتها هناك بقوتها، غير أن حقيقة الأمر هي أنها بقيت هناك بموافقة وقبول أحزاب الجنوب. والباكيك متموضعة في منطقة حفتن منذ 30 سنة متواصلة، والمناطق الاستراتيجية التي أخضع الأتراك لسيطرتهم كمعبر داوطيا، ميرجاشيش، خانتور، شارانش، شاجدارة وسنحت لم يتواجد البيشمركة فيها منذ 30 عام. وقد حاول البيشمركة التقدم نحو تلك المناطق عدة مرات، إلا أن الباكيك جعلته مبررا لمحاربة الأحزاب الكردية. فحتى عناصر البيشمركة من أهالي تلك المناطق لم يستطيعوا التوجه لقراهم بزيهم الرسمي. نستطيع القول أن حفتن ووصولا لجبل زاغروس، تلك المنطقة الواقعة بين جنوب كردستان وشمالها عدا المعابر الحدودية كلها خاضعة لسيطرة الباكيك. والحق أن الباكيك هو المتسبب والمسوغ الرئيسي لاحتلال هذه المناطق. وباستطاعتنا هنا مساءلة الباكيك: ألم يكن بمقدوركم حماية هذه المناطق الخاضعة لسيطرتكم منذ 30 عام والدفاع عنها؟ هل باستطاعة حفتن ووصولا لجبل شاكيف أن تتحول لكورابورا؟ طورت الكثير من القوات غير الدولية قوتها وحدثتها وفق جغرافية والتكتيكات القتالية الحديثة. ففي فيتنام مثلا حارب الفيتناميون بتكتيكات قتالية
التالية مواتية لظروفهم فدحروا أعدائهم. وحركة طالبان ما زالت تكافح منذ 41 عاما في قلعتها الحصينة تورا بورا في أفغانستان. وعندما احتلت روسيا أفغانستان عام 81 طورت الحركة من نظام الكهوف والمغارات والأنفاق لكي تستطيع تأمين الغذاء والماء والمأوى لمقاتليها ال2000 في الإقليم. ولم يستطع الجيش الأحمر التوغل في تورا بورا. بعدها نشبت الحرب بين طالبان وأمريكا، فلم تستطع القوات الخاصة الأمريكية ولا قوات حلف الناتو بطائراتهم وآلاف المدفعية والصواريخ التقدم خطوة في هذا الإقليم، بل حمت حركة طالبان نفسها وإقليمها بإدامة حربها ومقاومتها. عندما ننظر في حروب الباكيكا لا نجد أي تغيير في تكتيكاتها أو تطور فيها، كما لا نرى أي قدرة لها في حماية المناطق المستعصية على العدو التوغل فيها. فينبغي على الكرد مطالبة الباكيكا بإجابة مقنعة حول محلة مثل سور آمد، والتي لم تقدر الشرطة على التوغل فيها لما يقارب من 103 أيام. فهل يعقل تسليم سلسلة جبلية مثل شكيب التي يبلغ ارتفاعها 300 متر والتي تضم آلاف الوديان والتلال والسهول والكهوف والقمم لجيش الاحتلال التركي خلال يوم وليلة؟ فهل يعقل انعدام مواقع القتال وستائر المقاومة في هذه السلسلة الجبلية بقدر محلة السور آمد للدفاع والمقاومة؟ وفي الوقت نفسه فجبل مثل خامتور والذي لم يقدر أحد على احتلاله على مر التاريخ لم يصمد لمدة 103 أيام، بل سلم للأتراك خلال فترة 3 أيام. فكيف انسحبت الباكيكا من هذه الجبال الشامخة والوديان العميقة الوعرة؟ فمما لا شك فيه أن وراءها أسباب سياسية وعسكرية، ولو نظرنا إليها من هذه الزاوية نستطيع استنتاج هذه التفسيرات. نمط معارك وحروب الباكيكا. لم تستهدف الباكيكا بجدية إسقاط الدولة التركية في أي معركة لها، بل كان الهدف من حروبها وتسويق حملة بروباغندا دعائية لجماهيرها تحت شعارات معنوية الهدف منها كسب الثقة وتقوية تعلقهم بها وبناء القوة وحج الشعب الكردي حولها. فنراها تدير حروبا متدنية المستوى سنويا لجذب المقاتلين والهيمنة على نفسية جماهيرها. ولهذه الأسباب نستطيع القول إن قابلية الحروب في الباكيكا منعدمة، ولا نقصد بهذا التقليل والتنقيص من قيمة دماء 30,000 شخص الذين جعلتهم الباكيكا وقودا لهذه الحروب والمعارك، بل نقصد بها محاولة الباكيكا تغطية غياب الاستراتيجيات والتكتيكات الحديثة في حروبها بغطاء جرأة شباب الكرد ورجوليتهم. فهذه هي الحقيقة التي نريد إثباتها. يقول ابن خلدون: لو ثبتت الحقيقة بالأعداد فلا حاجة للخرافة هناك. وكذلك لو ننظر إلى نموذج حروب الباكيكا خارج أطر أدبيات الدماء والشهداء والمقاومة ونثبتها بالأرقام لاتضحت لنا هذه الإحصائيات. نفذت تركيا أكثر من 15 عملية عسكرية على جنوب كردستان، ولم تقدر الباكيكا على مواجهتها عسكريا ومنعها من دخول أراضي الإقليم. فوفق الدعايات والبروباغندا تجري هناك حربا شرسة، غير أنه من الناحية الواقعية فقد بلغ الجيش التركي كافة أهدافه، وقد انسحبت الباكيكا من مناطق خواكوت وحفتن الخاضعة لهيمنتها منذ 36 سنة، وتراجع مسافة 35 كيلومترا عمقا لمصلحة تركيا. فلو نظرنا لنموذج حروب الباكيكا ومعاركها وفق هذه الإحصائيات لوجدناها متخلفة النتائج، وأنها ألحقت أضرارا بالغة بشعب كردستان وجغرافيتها. وقد أطلنا الحديث في الجزء الأول من كتابتنا عن أهمية الناحية الجيوستراتيجية لحفتن وعقلية الدولة العميقة في تركيا. فتجاه موضوع بهذه الأهمية في الشارع يتم رفع معنويات الشعب وحماسهم بإطلاق 3 عيارات نارية، ويتم نظم القصائد الحماسية حول حفتن وتنشر ذكريات المقاتلين فيها في محاولة من الباكيكا لبناء انتصارات وهمية وإلهاء مؤيديها ومخلصيها بأنها تدير حربا شرسة هناك. والحق أنها ليست حرب حفتن، بل هي معركة حفتن أحادية الطرف. فقد سقطت حفتن بيد تركيا منذ اليوم الأول، ولم تستطع الباكيكا الاستيلاء على نقطة من النقاط التي سيطر عليها العدو لغاية الآن. فلو تتذكرون عندما استولت تركيا على جبل عبد الكوفي وجبل شكيف وتل الله، حينها قالت الباكيكا أنها لن تدع العدو يشعر بالراحة هناك، غير أنه قد مرت 3 سنوات والعدو يبني نقاطه وقواعده العسكرية وأخذ أقساطا من الراحة. فهنا نتساءل: ما السبب في بقاء هذا النمط من الحرب لدى الباكيكا؟ فمما لا شك فيه أن ركود الباكيكا السياسي ونمط حروبها الحالي سيكونان موضع تحليل لكتاباتنا اللاحقة. Türkiye var buraları. Eğer konu o şerefsiz Erdoğan şerefli rahi buraları. Bu kasa propaganda ki buraları konu dubaret kim şerefsiz ki. Hasaniye var.